بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سي عبد الحفيظ ها هو رجع إلينا سالم الغانمة حفظه الله ورعاه. فهذا يدل على شيء لما يدل على أن هذه الجماعة محفوظة من طرف الحق سبحانه، ولو لصقوا بها ولا بغاو يلصقوا بها التهم اللي هي ماشي ديالها وهي بريئة منها، فالله تعالى هو أمر ديالها واضح وباين، القوي والضعيف فالمهمة ديالها هي التربية، ثم التربية المهمة ديالها هي النشأ ديال هاد الشباب، الشباب ديال الأمة اللي ضايع بين الطرقات، بنيات ووليدات. بغينا نرجعوا إياهم إلى الله تعالى، بغينا نتوبوا جميعا إلى الله تعالى، نتعاون على البر والتقوى. ولكن مع الأسف الناس بغات تلجم وبغات تكم وبغات تخبي، هيهات هيهات. الشمس ما كيف قالوا تيقولوا المرأة الشمس ما كيعجبهاش الغربال. أمر الله تعالى ماضي لا محل، وقول الله تعالى بين أيدينا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذه جماعة دعات وقالت قبل ما يبدا هذا الخبط هذا وهذا الشيء منذ هذه 30 سنة، أول ما بدأت هي بريئة من العنف، لأن الإسلام بريء من العنف، بريء من هذا. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هاد الناس يوم يبعدوا منا الشعب، ولكن الشعب هذه مناسبات هما كيبعدوا، ولكن الله تعالى كيقربوا ماشي لينا حنا، كيقربنا وإياه ليه سبحانه وتعالى، باش نجتمع عليه ونلتفوا حول الحق سبحانه وحول القرآن وحول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يبغيوش هاد الناس. حنا ماضين قدوم إن شاء الله على هدى من الله واتباعا لكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعود الحمد العودة ديال الأخ ديالنا سيدي عبد الحفيظ، طب الله يحفظنا وإياه بما حفظ به الذكر الحكيم، يحفظنا في هاد الشباب ديال هاد الأمة، يحفظنا في هاد الشباب ديال الأمة، يردوا الله تعالى إليه ردا جميلا إن شاء الله الرحمن الرحيم. هنيئا لنا نساء ورجالا، هنيئا لنا ثم هنيئا لنا بهذه المنحة ديال الله تعالى. الحمد لله تعالى ونشكروه ونخليو سيدي عبد الحفيظ يدخل هنيئا مريئا المنزل ديالو، ونقولوا للزوجه ديالو الله يبارك لها فيه ويبارك لي فيها ويجمع بينهما في خير ويبارك لهما في الذريه وجعل الحياه ديالو كلها سرور وهناء ورحمه ومغفره ان شاء الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وازواجه امهاته وذريته واهل بيته كما صليت على سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.